مرحبا. قبل أيام قليلة أجرينا عمليات زراعة قلب صناعي للمريضين عبد الكريم عباس من أهالي البصرة وائل إسماعيل من أهالي الشطرة، وتمت عملياتهم بنجاح. خلينا نشوف عبد الكريم قبل إجراء العملية ونرجع لكم. جيت إلى مركز الناصرية لعلاج القلب لإجراء عملية زرع قلب صناعي. طرح علي هذا الفكرة الدكتور محمد هاشم طبيبي الخاص أنه اكو هيك عملية راح تجري بالمركز الناصرية وشجعني عليها. خلينا نروح نشوف وائل إسماعيل ونرجع لكم. من 2003 اكتشف الدكتور أحمد شنين وقعت عنده ذبحة صدرية من قبل سنة، واكتشف أحمد شنين والدكتور عقيل الخفاجي. العمر 38 سنة. زرعة القلب قبل واحد سواها بالعراق ونجحت، وانا ان شاء الله الثاني. بعد إكمال عملية القلب الصناعي لوائل وعبد الكريم طلعوا من العناية المركزة للرتات واكتسبوا الشفاء بشكل سريع. راح نجري وياهم لقاء، تابعونا. السلام عليكم. شلونك حجي؟ شلون وضعك؟ الوضع الحمد لله تمام، والوضع كله زين، والوضع المعنويات اجتني من الناس اللي هنا اللي تقابلنا وياهم، والناس اللي الدكاتره اللي قاموا بالعمليه، هو هذا خلانا شويه المعنويات ترتفع. مشاهدينا الكرام، بعد ما التقينا ويا حجي عبد الكريم راح نلتقي ويا وائل، تابعونا. السلام عليكم. شلونك؟ شلون الصحة؟ طيب ان شاء الله مشافى؟ طيب خاطرك رحم الله. ما شاء الله معنوياتك عالية. ان شاء الله عالية. انا جيتك بالعناية المركزة. اول ما دخلت لك سويت لي انتبهت لكم، سويت لكم حركة. لا ان شاء الله عالية المعنويات كلش، نعمة خير من الله. هسه الوضع كله زين يعني مستانس بيه. ما شاء الله. انت زين طلعت تمشيت حركت؟ طلعت تمشيت الحمد لله والشكر. شلون هسه معنوياتك زين مرتاح؟ اليوم ثالث امشي. نعم خير من الله الحمد لله والشكر. الحمد لله. ان شاء الله تطلع بسلامة. ان شاء الله رحم الله والديكم. جهودهم والله الولد واقفين وقفه يعني مو طبيعية، ونشكر هذا الكادر. اليوم يكون مر أسبوع كامل على إجراء العملية لمريضين، الأحد من البصرة والآخر من الناصرية، والحمد لله العملية تكلت بالنجاح، وضعهم ممتاز حاليا، وخلال أيام إن شاء الله يغادرون المستشفى بسلام.